مصر للأسف بقيادتها الانقلابية اليوم هي من يذبح المقاومة. لا، القضية ليست في حصار غزة من قبل مصر، القضية في قلة الأدب ضد القوات المسلحة المصرية. نعم. أنا مش هسمح لك بهذا الكلام يا محترم، ولن أسمح بأن أكون جزءا من نقاش تقل فيه أدبك على القوات المسلحة المصرية وتتهمها بالعمالة لإسرائيل، خاصة وأنك أصلا ما انتش دولة يا شاطر. فوق، أنت مجرد حركة، ما انتش دولة يا ابني. فوق يا حبيبي، اصحى. أنت في غزة بتقمع الفتحوية ورميتهم من فوق الأسطح، وقلنا خلاص مشكلتكم مع بعض، ولكن توصل قلة الأدب انك بتوجب على الدولة المصرية تعمل لك ايه وتعمل لك ايه. انت يا شاطر صدقت نفسك انك منطقة محررة يا ابني، انت لسه في ارض محتلة يا حبيبي. المحتل بتاعك اسمه اسرائيل، وده مسؤول ياكلك ويشربك. انت رامي بالك عندي ليه؟ هي شحاتة وقلة أدب يا ابني. بطلوا تسول، بطلوا هذا التبجح مع الدولة المصرية. حذاء اقل جندي اشرف من الكلام الفارغ اللي انت بتقوله. وانا متأسف ان انا قابلت منظر زيك اخواني اصلا وفاكر نفسك خبير. انت مدعي اصلا، ولعلمك انا الظاهر ان انا قللت من وزني عندما دخلت معاك في نقاش، لانك لا يمكن ان تصل الى وزن محاورك، لاني ما اقدرش اقف قدام سافل بهذا الشكل. سفالة ضد القوات المسلحة المصرية رقبتك اطيرها، سفالة ضد الدولة المصرية رقبتك اطيرها، ولا يكفيني فيها رقبتك ولا رقبة اللي بيشغلوك، سواء كانوا القطريين او كانوا الافندية مغتصب السلطة عندك. وانتم خدعتوا الشعب الفلسطيني وفهمتوا العالم ان فلسطين هي غزة حارتين وعايز تقول عليها دولة، وجاي توجب على الدولة المصرية. انت مين يا شاطر؟ انت اصلا اتعلمت فين؟ انا اتعلمت في مصر. ولن استمر في الهواء مع مخرف وقليل الادب بهذا الشكل. الزم حدودك يا شاطر، واعلم انك تتحدث عن مصر مرة حتى نهدأ جميعا. قلة ادب ضد مصر لا، حتى نهدأ جميعا. المسلحة لا. انقلاب بقى يا شاطر، مش انقلاب ده شأن داخلي خصوصي. يا استاذ اسامة، ما يخصكش يا حبيبي.